ومعنا من إدلب الناطق باسم تنسيقيات الثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة، ما هي بداية نرحم شهدائنا والشفاء لجرحانا الذين تتوالى دماؤهم يوما بعد يوم. أخي الكريم، كان اليوم إطلاق نار كثيف من قبل الرشاشات الثقيلة على حادث العنيسة في مدينة إدلب، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الأرضي والجيش الأسدي الخائن عند مفرق النيرة، مما أدى إلى تدمير عربتين BMW وسيارة هونداي محملة بالعساكر التي كانت ترتدي القبعات الحمراء، والاشتباكات تدور حتى هذه اللحظة كما ورد. واليوم في جميع المدن السورية انتفض الشعب بالخروج في مظاهرات نصرة لرسول الله وردا على العنف الذي يمارسه النظام السوري المجرم بحق شعبه الأعزل. في جمعة سورية أحباب رسول الله يصبحون. وأيضا في إدلب كان في بني الترنة بعدة قذائف تسقط على القرية، مما أدت إلى تدمير العديد من المنازل وحدوث عدد من الإصابات للمدنيين. وكان هناك قصف مروحي على عدة قرى في جبل الزاوية التي كانت تلقي بالبراميل المتفجرة التي أصبحتم تعرفونها، التي إذا سقطت على أيدينا تسقطه بالكامل، ولا يعد أي قيمة إذا كان هناك مدنيين أو عزل. يصب جامع غضبهم على المدنيين عندما يقوم الجيش الحر بأي نصر على الجيش النظامي المجرم. وفي مدينة خان شيخون كان يتكرر مسلسل يومي ويتم القصف على المدينة والريف المجاور بالمدافع، علما أنه مدينة خان شيخون محاصرة بأكثر من 13 حارس حول المدينة، وقد قامت العصابات المجرمة من النظام بقصف المدارس عشوائيا. وهناك معاناة كبيرة في خان شيخون حيث لا مدارس والملاجئ قليلة إن وجدت، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء، حتى أننا لا نستطيع إدخال الطعام والدواء إلى داخل المدينة نتيجة الحوادث التي تقوم بإطلاق النار على كل شيء تراه أعينهم. وكان هناك أيضا قصف بالصواريخ والقذائف على قرية أبرامي التي أدت إلى أضرار مادية بالغة وهدمت الكثير من المنازل والمحال التجارية. وفي بلدة تفتناز أيضا في معارض النعسان قصفت البلدة أيضا بالمدفعية المتمركزة في معمل القرنين، وسقط هناك شهيد وعدد من الجرحى. ووردنا أنباء عن استشهاد الشاب أحمد عمر سكير الملقب أبنان من قرية المعارة في معركة حلب. ولا يزال القصف بين الحين والأخرى على معظم مدن جبل الزاوية والريف في مدينة إدلب، وهناك حالة ذعر بين الأهالي وخوف من تلك البراميل المتفجرة التي يقوم النظام بإسقاطها، بأنه معظم الأماكن في مدينة إدلب تقريبا بدأت تتحرر والجيش الحر يسيطر على حاجز بالكامل، فبدأوا يستخدمون إطلاق النار عن بعد بواسطة الطيران المروحي وتهديم المنازل وترويع المدنيين. نعم. نعم، كان معنا من إدلب الناطق باسم تنسيقيات الثورة أسامة أبو حماد. قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات للإهرام العربي إن المعارضة الوطنية